السلام عليكم متتابعين قناة نعيمة ذكرى. اليوم جيت وبغيت نشارك معكم هاد البسيطلات الصغار، ولا بغيتي تصاوبي بسطيله كبيره. هذه مقادير اللي تعطيك البسيطلات صغار وتعطيك جوج بسطيلات كبار هماويين ديال الضياف ديال تحمير الوجه. اللي بغيت نشارك معكم دابا فيها هي الوقت اللي غادي تستغرقي باش طيبي. انا اول ما دخلت من السوق حطيت القضيه فوق الطابله، هاد 9 اقسمين، وغادي تشوفوا الوقت اللي غادي نستغرقوا فيه. جبنا الدجاج ديالنا، ها هو كما كتشوفوا، مازال ما غسلناه ما والو. بغيت نشارك معكم كل شيء. غادي نختصر الوقت، ما غاديش نطول لكم الوقت بتصاويب الدجاج. هاد الدجاج 3 طيور ديال تحميرة الوجه، كل طير فيه 2 كيلو ونص 3 كيلو الا ربع. خصنا طيور كبار. مني غادي نغسلوهم غادي نرجعو معاكم. انا بغيت نشارك معاكم غير القضيه اللي غادي نحتاجها. 3 طيور، طيور كبار زينين، يكون الصدر ديالهم عامر وافي، والفخاد. كنحتاجو اللوز كيلو ونص، هادو حيت بسيطلات صغار. غادي تزيدي نص كيلو الا كنتي باغا ديري بسطيلات كبار. غادي نحتاجو ربطه ديال القزبر. انا كي دخلت قضيتي بغيت نشاركها معاكم. 4 ديال المعدنوس، ها 4 اللي غادي نخدمو فيها. 6 كيلو ديال البصله، 1 كيلو بصله حريف. هذا باش غادي نصبو. ملي غادي نوجدو ميزون بلاص غادي نرجعو معاكم. ها نتوما معانا غادي تشوفوا الوقت اللي غادي نستغرقو دابا في التقديم ديال الماء. في هذا الشيء خدينا تقريبا 4 دقائق، شحال 3 دقائق. انا رجعت معاكم. ها المكانه، ها التوقيت باش تعرفوا الوقت اللي غسلت فيه الدجاج. وديال البسطيله انا كنحيد لي هاد البارتي هادي، كنحيد ليها هاد العظومه اللي هنايا. كنبغيش نقسمو على جوج، كنبغي يبقى قابط ليا. غسلتو مزيان من شغل يديكم، غسلتو بالماء والملح والخل، وطحنت المروزيه. انا باش تشوف هاد الوقت اللي غبرت عليكم اشنو درت فيه. قطعت الكيلو ديال البصله غادي نديروه. جوج عواشق ديال القزبر ومعدنوس، في النصيب كنديرو القزبر. غادي نغربل المروزيه ونرجع معاكم. المروزيه ها هي مني غربلتها. انا نوريكم المروزيه اشنو كندير فيها. كندير فيها قعقله، كندير فيها النويبيره، نسال الطير، بزار البيض، مسيبيسه، الكوزه كنحكها ما كندقيش معاها. كنخلط هاد المقادير ونصهدهم. الطريقه ديال التصهاد كنحط المقله حتى كتسخن. مني كتسخن المقله عاد نحطهم فيها ونطحنهم. هادو سخنتهم بهاد المقيله الصغيره باش تشوفوا. عاشق صغيره، ها هي هادي مروزيه. نزيدو شويه كتعطي مذاق زوين وعلى ريحه طالعه منها. كنديرو البزار، عاشق صغيره البزار. كنتمنى يكون الوصف زوين. الملح مقياس، خرقوم عاشق
عاشق راه عامر. ما موجودش عندي انا الزعفران شعره، غادي ندير ضويمه فركتوها حتى هي ونديروها في النصيب. ما كنقويش القرفه، هي هاد البسطيله كتبغي القرفه، انا غادي ندير غير نص عاشق. كي معروف الدجاج ديما كيبغي السمن. انا في البسطيله الحلوه ما كنديرش الحامض، ما كنصوبش الدجاج بالحامض، حدي نغسلو بالماء والملح والخل صافي، ما كنديرش حامض. الزيت نعبرو معاكم. الغرفه الاولى، الغرفه الثانيه. الدجاج كي جا من السوق كيصاوبنا ليه العطريه ديالو. ها المكانه خدامه معانا، انا معاكم خطوه بخطوه باش تعرفوا الوقت. واللي باغا تصاوب البسطيله كتقول لك انا كتدي ليا الوقت، وانا خصني الا كانوا جايين عندي الضياف نديرها نصبها في الليل ونطيبها في بنهار قبل. البسطيله راه غير سميتها اللي باقا كتخلع، اما هي راه سهله ومن ابسط هذا. صافي كنحاولوا ندخلوا العطريه ديالنا وهذا الشيء. كان عندك الوقت بغيت تخليها تخمريها واحد الساعه، خلي المقادير ديالها فيها وخمريها واحد الساعه. ما كانش عندك الوقت، من هنا لفوق البوطه. كنتمنى يكون الوصف ساهل ومفرز للبنات اللي باغين. والسيده اللي سولتني على البسطيلات وشحال ديال الوقت كدير وكتشد اليد كدير، هذه المقادير ديال 2 بسطيلات مخيرين، 2 كيلو ديال اللوز، وهاد المقادير اللي غادي ندير معاك. ومرحبا بضيافك عندك. مشيت غسلت يديا ورجعت معاكم. دابا غادي نشعل عليها البوطه. انا ما غاديش نخليها لا تخمر لا والو، انا متايقه من المقادير ديالي وعارفه. والطياب راه غير نفس. الا كنتي كطيبي وانتي فرحانه وباغا توجدي شي حاجه زينه راه 200% يطلع لك زين. ولا كنتي كطيبي وبالزمنك ولا مرغمين عليك ولا ما حاملاش هذوك الضياف، راه واخا ديري العطريه ديال العطار كامل وديال البقال كامل راه ما يطلعش لك لذيذ. حاولي تعطي نفس للطياب باش يجيك بنين. السلام عليكم. منين نوريكم مكانه ما غاديش ننسى عليها. انت دابا منين صبنا الطنجره ديالنا راه كتطبخ صافي. شاعله عليها البوطه تنقليو الدجاج مزيان، عاد كنديروا ليه ايطرو ديال الماء ونخليوه يطيب فيه. غادي نقطعوا البصله. داك الوقت اللي غادي يطيب لينا الدجاج غادي نوجدوا البصله، باش ما يجيكمش نوجدوا البصله ونوجدوا الربيع باش ما يجيش الفيديو طويل. الساعه اللي نكمل البصله والربيع نرجع معاكم. والمكانه راه غتبقى خدامه فين ما وصلت، يا ربع ساعه يا نص ساعه يا قسمين اللي درت. وما نسيت غادي نزيد عاشق ديال سكينجبير، قبيله ما درتوش مع العطريه. عاشق سكينجبير حاطه القرعه وما درتهاش، غادي نزيد عاشق نديه الطنجره. وها نتوما معايا خطوه بخطوه. بعد ما تقلى لينا الدجاج مزيان كنحطوه على السدر وكنزيدو ايطرو ديال الماء باش يطيب. الا كانت الكوكوط كانت عندنا غير دجاجه وحده راه ما كنديروش الماء بزاف، ولكن حين الطنجره ضروري من الماء. صافي نسدو عليه دابا ونخليوه حتى يتملخ الدجاج. مني يتفسخ لينا الدجاج من اللحم من
مني يطيب الدجاج ويرطاب ويحيد من العظم ديالو ويعود بحال الزبده، هذيك الساعه نرجعوا معاكم. ها البصله ديالنا فين وصلت نقيناها. الربيع حنا كنصاوبوا فيه كنحيدوه من العود باش نغسلوه. ها المكانه 10 اقسم. دابا روينا على الدجاج. ها البصله موجوده، نغسلوها ونقطعوها بالهاشوار، نقطعوا الربيع ونرجعوا معاكم الساعه اللي يطيب الدجاج ونوجدوا هادشي نرجعوا معاكم. البوطه خدامه وحنا خدامين باش نربحوا الوقت. الطريقه ديال البسطيله هي هذه، كتدخلي شي في شي تبقى البوطه كطيب وانتي خدامه، ومني تسالي البصله وتحيدي الدجاج غادي تخدمي في اللوز. هانتوما معنا احنا بعد ما طابلين الدجاج يتغمر مزيان، سقيناه. من غسلنا الربيع ونشفناه احنا رجعنا معاكم. ها المكانه باينه، ها المكانه مقاده باش تعرفوا التوقيت اللي درنا فاش غسلنا الربيع وغسلنا البصله. الساعه اللي قطعوا الربيع غادي نعاودو نتلاقاو بلا ما نصدعكم بالوقت ديال الماكينه. الربيع خصو يتطحن. حقيقه هاد الهاشوارات كينفعوا بزاف وكيسهلوا الوقت، كتربحي بها الوقت بزاف اكثر من القياس، احسن من ثمنها. انا خديت الاولى وتهرسوا ليا الماس ديالها وتا كنت غادا نلوحهم. انا غادي ندير معكم واحد الحصه وتشوفوا الموس الا تهرس اشنو ديري به ديال الهاشوار. بسم الله وتوكلنا على الله. منين هانتوما معنا تنكملوا الطحين ونرجعوا لكم. البصله كنقطعوها بحال هكا باش تسال على الماكينه على الماس، كنطحنوا ونحطوا في بانيو ومني نكملوا ها المرحله اللي انا نسوي الدجاج ديالنا. الطريقه ديال الطياب اللي كنقلبوا بها هي هذه، نبقاو كله يتفتت كله تمصل. دابا غادي نحيد الدجاج ديالنا ومني نكمل البصله شتي هذه هي الطريقه اللي كنقلبوا بها. مني نكمل البصله نرجع معاكم. الدجاج ديالنا طاب تقريبا دار ساعه. كي شفتوا انا درت ايطو ديال الماء حيت ناصبه فوق الفورنو. الا كنتو دايرين غير البوطه والعافيه ضعيفه عندكم كديري كاس ديال الماء، كاس ونص، رجعتو بقات غير العقده ديال الزيت اللي غادي نطيبوا فيها البصله.
نطحنا الاخره لينا ديال البصله معاكم. البصله خدات لينا شويه ديال الوقت، وانا غلطت كنحط عليا نسبق البصله قبل ما نربح هذوك الوقت. هنا 6 كيلو ديال البصله غادي نديروها وتشوفوا اش غادي نديرو. ملي حيدنا الدجاج غنديرو البصله. دابا طافيه البوطه طفيتها حتى نديرو البصله، نزيدو عليها عاشق ديال الملحه وندوقو. نزيد عاشق شي شويه حيت عندي البصله كثيره. نص عاشق ديال البزار، القرفه نديرو 2 عواشق، ومني غادي يطيب نبغيو نديرو السكر غادي نزيدو القرفه. قيمة نص كاس ديال الزيت، ونشعلو عليه البوطه. وهانتوما معانا كنسدو عليها، نشعلو البوطه. الساعه اللي تغلى نقصو عليها ونخليوها طيب في الماء، ما نديرو ليها لا ما لا والو. نقصو نخليو غير شميعه. البصله ديالنا كطيب. البيضه حنا غادي نهرسو بالبيضه بعد ما غسلناه. حنا عندنا بلاطو ما غاديش نديروه كامل، غادي نديرو غير 30 بيضه هي اللي غادي تبدنا. بلا ما نطول عليكم هانتوما تشوفوا حنا غاديين دقه. بعد ما خلينا البصله حتى طارت على خاطر هانتوما كي غتشوفوا نوبلو اللي شهدنا البوطه غير غلات، نقصنا البوطه وخليناها منقوصه. ملي طيب نزيدو البيض كامل. ها الكياس اللي غادي نديرو ديال الربيع هانتوما غتشوفوه. العاشق الاول ما نقووش الربيع باش ما تجيناش خضره. العاشق الثاني هذا غير المعدنوس. العاشق الثالث ونحركو. انا مع المبتدئات علاش كندير لهم هاد الطريقه باش يعرفوا البصله باقي خاصها الربيع. راه عاشق عامر، العاشق الرابع. نخلي تيمشي ويجي الربيع فيها. غندخلو ليها البيض. هنا انا وجدت 20 بيضه، غادي نبداو بها هي الاولى ونشوفوها واش غادي تكون كافيانا ولا لا. حتى يغلى لينا هذا الربيع شويه عادي. انا معاكم ملي وصلت البصله لهاد المرحله ندخل معاها الربيع، ما جاتش خضره. دابا غادي نبداو نزيدو البيض كنزيدوه تدريجيا. كنزيدو البيض حنا كنحركو وكنطلقو البوطه على جهده. مازال نزيدش في البوطه، نحيد هادو عاد نعاود نزيد في البوطه. نزيد البوطه.
نديرو الخلاص اللي باغي نديرو دابا. نبقاو بهاد الطريقة تندخلو البيض كامل. نقلب على الطريقة اللي تعطيكم احسن صورة. من نكملو البيض نرجعو معاكم. بعد ما كملنا 20 بيضة هانتوما كتشوفو باقي خاصها البيض، مازال ما مجموعاش لينا مزيان. غادي نزيدوها واحد 4 البيضات، 4 أو 6. دابا غادي نزيدو 10 ديال القرفة والسكر اللي غيحل لينا. نزيدو نص زلافة ديال السكر وندوقو. ونخليوها حتى تعسل مزيان. بعد ما تعسلت لينا البصله زدنا البيض بالقرفه، زدنا على فكره 2 عواشق ديال القرفه، درنا 26 بيضه. دابا غادي نخليوها حتى تشرب. ملي تشرب لينا مزيان ندخل معاه داك السكر غنصفيوه. دابا هادي عندنا الوحده وقسمين، هنا وحده وقسمين. البصله ديالنا طيبه، الدجاج مفركت. غادي نديرو هاد البصله تسقطر مزيان، وداك الليدام اللي بقى غادي نشحرو فيه الدجاج. اللوز مفسخ ومقلي ومطحون. الساعة حنا غنطلو البوطة، الساعة اللي تسقطر لينا ناخدو ديك التغميرة اللي غتكون نشحرو فيها الدجاج ونرجعو معاكم. دابا غادي نطفي البوطات ونمشي نتغدى ونرجع عندكم. مني تغدينا وقفنا تقريبا ساعة، وقفت تغديت، شربت كويس ديال الاتاي وتسارعت. هادو باغا انا العشيه ما غاداش عطاني مولات الورقه تهربعت العشيه، نصي على 3 كيلو ديال الورقه.
الا كانت البسطيله الكبيره هاكي كتقطعوا الدجاج هاد الطروفه كبار على هاد القياس. انا ما باغاش بسطيله كبيره، باغا بسيطلات صغار. غادي نوريكم الطريقه اللي قطعت بها الدجاج. بعد ما فركتني الدجاج كي شفتوا ها هو ديال مسيطلات صغار، كنقطعوا على هاد الشكل رقيق. كنديروا معاه داك الماء اللي بقى لينا على البصله، كنشحروه فيه باش ياخذ لينا واحد اللمسه ديال الحلاوه. ملي صفينا البصله نشعلوا عليه البوطه حتى يتشحر مزيان، عاد نطفيو عليه. داك الماء اللي قطرنا من البصله درناه مع الدجاج وشحرنا فيه الدجاج مزيان حتى خد الحلاوه ونشف. خاصنا نشفو مزيان باش ما يقطعش لينا الورقه. نشف مزيان كتبقاي تحالفي. هاد المسيطلات الصغار واخا تيتخف الدجاج ما تخافيش منه، المسيطلات الصغار كيبغيو الدجاج هكا مفرفت. دابا وصلنا للمرحله الاخرى. هاد الدجاج ديالنا طيب، ومني فركتناه رديناه ديك التغميره اللي طابت فيها البصله، ديك الحلاوه والقرفه تعلق فيها. ها هو كيبان معلق. دابا غادي نخلطوا الدجاج مع البصله، ما كنديروش كلشي في نوبه وحده، كنديروا النص. حنا كنخلطوا، حنا كنشوفوا باش ما تجيش البصله غالبه. واخا دابا البصله راه عاد ثمنها ثمن الدجاج، البصله دايره 300 ريال والدجاج داير 340، ما بقى بيناتهم فرق. نخلطو الا كانت البسطيله الكبيره راه نديرو تقريبا الربع ديال الدجاج نخلطوه مع التغميره. كنديرو تفريشه ديال التغميره، تفريشه ديال الدجاج، تفريشه ديال اللوز. هادو بسيطلات صغار انا كنفضل نخلط كلشي بحال هكا باش مني كيعض الواحد العضه كتجي فيها الدجاج، بصله، فيها كلشي. اللوز هو الاخر. غتهز لينا التغميره ديالها كامله. هاد القاعده ديال البسطيله، كل دجاجه فيها 2.5 كيلو او 3 الا ربع، كديري لها 2 كيلو ديالها ديال البصله. هاد البانيو راه مخليه غير الطياب، راه ما كنصبن فيه ما والو، هذا ديال الكوزينه. من طبيعه الحال ما عندي الكوزينه راه ما كيمشيوش للصابون. الطرف اللي بان لي كبير كتفركسو ديال. انتم المتتبعات العويتقات الصغارات، راه معاكم مع من داويه، وديري ابوني وجيم وبارطاج.
وكثروا من البارطاج. الا عجباتكم الوصفه تشاركوها مع صحاباتكم مع احباباتكم. وهذه وصفه راه ماشي غير في رمضان، راه بلا رمضان الواحد يكون يدير هاد البسيطلات عنده في الدار، كينفعو بزاف. تقدر في الليل الا جا عندك ضيف على غفله كتجبديه كيكون عشاك موجود، كديري غير شليضات، غانتي شليضات وقبطه ديال الخص وانتي موجده عشاء. بصله عندي دخلت البصله ديالها كامله. ناخدو هداك اللوز انا عندي هنا كيلو ونص ديال اللوز في هاد البسيطلات الصغار ما كندير ليه لا قرفه لا زهر لا والو، حيت قامته فيها. ومني كنخلطها ندوقها، الا خاص شويه ديال السكر كنزيدها، ما خاص صافي غير السكر ديالها. السكر اللوز ديال البسيطلات الصغار كنفضلو يكون رقيق حيت كيكون كونجلي. سخون هادشي ومني هنا خلطنا فيه اللوز. ها شوف كيبان اللوز فيها بعد ما تخلط فيها اللوز. دابا باقا سخونه، الساعه اللي توصل للورقه وتبرد لينا العماره ديالنا انا معاكم مني بدا العمر. من 9 ولكن بركنا 9 الصباح ل3 ديال العشيه كطيبي 2 البسيطه الاطلات هماويين ديال تحماره الوجه، واللي كالهم يشكرك عليهم. مني جاتنا الورقه وجمعنا ديك التميره اللي طيبنا معاكم، داك الباني اللي شفتوه عامر ها اللي بقى منه. وما تفكرتش التصوير في الاول، سمحوا لي على هاد الغلطه. المهم انا غادي نطوي معاكم الطريقه ديال البريوات. نوريكم علاش خرجوا لينا فيها البريوات. عندنا الورقه صغيره ماشي اللي كتقسم على 4، هذه حاولت نقسمها على هذا الشكل باش تعطيني بسيطلات في هذا الحجم. الا قسمتها على 4 كتعطيني صغيورين ما قنعونيش. هاد الطرف اللي غادي يشاد كنتعمل التقسيم. كي طحت انا فيها طيب شي وحده فيها. ملي كتقسم على 2 تقسم على 4. عمرو بسطيله كنتمنى يكون الشرح واضح وباين التصوير مزيان. نقرب عندكم. انا كنلصقها غير بالطحين، ما كنديرش ليها البيض. وما تخافوش من الطحين، مني كيطيب راه كيعود بحال الورقه. ها البسطيله ديالنا مني تطوات كنحطوها ومن بعد كنستفوها.
الطرف اللي قصنا على الطول هو هذا، هو اللي كنخرجو منه بريوات. كناخدو ورقه غنسرحها قدامكم، نتمنى تشوفوا واضح. كتجيبي القنت تسديه هوك تردي بحال هكا. هاد البساتلات علاش كنديرهم صغار كنزوقو بهم بسطيله كبيره. ملي كنديرو بسطيله كبيره ولا الا درناه ديك صالات كنزوقوهم بها. وغادي ندير عندي واحد الوصفه ديال لي صالاد غادي نصاوبها وغادي نشاركها معاكم، كتجي هماويه ديال الضياف. دابا غادي نعمرو سيكار، كنحطو الطغميره هادو كنزوقو بهم بسطيله. ضروري يكونوا هكا صغيورين. كان عندنا اللحم مشوي كنعمروهم بحال هكا وكنزوقوهم بيه كيكونوا صغيورين. كتحطي 10 في البلا كل واحد وحيده. وغادي نشاركهم معكم في وصفات. دخلوا عندي قناة نعيمة أم ديكرا تلقاو الوصفة كاملة مكمولة ديال البريوات معمرين زوينين يشهيو. مرحبا بكم قناة نعيمة أم ديكرا. احنا دابا كنوريكم شكيلات اللي ديكوري بهم البسطيله ديالي هاد الصغار. كاينين بزاف شكيلات، انا غنوريكم 3 ديال التنويعات. ها هي باللوز، هذه غادي نزيدو لها القرفه. معايا ولد خويا هو اللي كيديكوري، هو اللي كيقاد ويصور معايا. ها هذه غير القرفه، عزيزه عليه القرفه، خصنا نديرو ليها القرفه. ها هي ها بالصحة صحة امين. مني طيبنا البسطيله اللي صوبنا معاكم الصغيورين، ها هما ها الديكورات ديالهم، ها الشكل اللي صوبنا بهم. تقدري تصوبي اي ديكور بغيتي. هادي مديور فيها اللوز، هادي اللوز القرقاع، هادي بالقرفه، والبسطيله الكبيره ها هي كي جات. وكل واحد يقدر يزوقها بالشكل اللي بغا. ومرحبا بكم في القناه ديالي، مرحبا بيا معاكم. المقادير اللي طيبنا معكم هي خرجت لنا هاد البسطيله، درنا مع هاد البريوات كي شفتوا راه وريتكم الطريقه ديال الطي. ها شكيلات النهائيين هادو ديال رمضان، انا صوبتهم لكم باش تشوفوهم. ابوني جيم بارطاج، كثروا البارطاج باش نكثروا حتى حنا الوصفات وتزعمونا ونبقاو معاكم.